السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة شيماء حسين بيوتي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 بجد. ده بقى الفيديو اللي هو يعني بستنى من السنة للسنة حرفيا. بيبقى فيديو ممتع جدا جدا بالنسبة لي، زي ما احنا متعودين مع بعض. ربنا كده ما يقطع لنا عادة. فبتجمعي بقى اللي هو يعني الفيفوريت بتاعت طول السنة، اكتر حاجات كنتي استخدمتيها واستمتعتي بيها، فاحساس بيبقى روعة. فطبعا عشان بتبقى منتجات كتيرة جدا فنخش في الموضوع على طول. زي ما انتوا شفتوا كده، عملت اجواء حلوة، ولعت الشمعة وعملت النسكافيه. فانتوا كمان كده اقعدوا في مود حلو واشربوا حاجة كده بتحبوها، وتابعوا معايا الفيديو عشان نقول الخلاصة، يعني عارفين اللي هو الخلاصة في الفيديو ده. فنبتدي بايه؟ يعني نبتدي بالبرفيوم ولا نبتدي حاجة الجسم ولا ايه؟ مش عارفة. بص انا هطلع الحاجة كده ونرصها قدامنا بحيث ايه. على فكرة في حاجات منهم انا كنت مشاركاها معاكم اوريدي، وفي حاجات لا بصراحة. فهتلاقوا برضو حاجات جديدة النهاردة. بص انا اطلع الحاجة من البوكس الحلو التحفة ده وارجع لكم تاني. بص انا برضو ما زلت محتاره، بس قلت ايه يعني، حسيت ان كده افضل حاجه ان انا ابتدي بحاجه موجوده، سواء انت جوه مصر او بره مصر تقدري تجيبيها. فنبتدي بالحاجه بتاعه باث اند بادي وركس. بصوا طبعا هي حاجتهم معلهاش اختلاف، وكل مره بجرب فيها حاجه جديده بنبهر اكتر. ف... فاكتر حاجات عجبتني السنه دي يعني، كنت جايبه حاجات السنه اللي فاتت بس مش هنعيدها تاني في نفس الفيديو. لكن هنتكلم عن الحاجات اللي جبتها السنه دي. المجموعة دي اللي هي فوريفر ريد. بصوا يعني الشياكة والأناقة والجمال والدلع والدلال ويعني وكل حاجة، كل حاجة حلوة. أولا بحس ان هي تنفع لأوقات هي شيك. عارفين لما تكون حاجة شيك أكتر ما تكون سكسي مثلا، أو أكتر ما تكون هي برضو سكسي، يعني مش اللي هي مش فورمال قوي، مش رسمية، بس برضو ناعمة ناعمة وشيك في نفس الوقت. يعني عارفين عاملة ميكس كده من اللذينة بصراحة. هي للاسف دي ما كانتش، انا ما لقيتهاش هنا في مصر، بس هي كان في جروب يعني. بس للاسف هي وقفت، مش فاضل عندها غير حاجه او اتنين يعني. آه، بس ما علينا. المهم انت لو هي نزلت في مصر يبقى خلاص تمام يعني. بجد لو شميتيها هتعجبك جدا، ولو انت برا مصر ممكن تلاقيها بسهوله. ف فوريفر ريد رهيبه، سواء البادي لوشن بتاعها او البادي ميست. بصراحه الاتنين فظاع حلوين جدا. وبعدين اللي بقى رهيبة جدا 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 جدا، اللي هي بينك شيفون. فظيعة يا جماعة. يعني هي يعني لا مش طبيعية. هي ريحتها بصوا هي ما بقالهاش كتير، بس هي فعلا عارفين من الحاجات الناعمة قوي 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 قوي، يعني ناعمة قوي. اللي هي حاجة انا مش عارفة، انا حاسة ان انا الريحة دي شميتها في مكان معين. عارفين ريحة البوتيكات، ريحة حاجة ناعمة قوي، حاجة أنثوية وناعمة جدا، اللي هي بينك شيفون. طبعا باث اند بادي وركرز دول انت ممكن تجيبي من الستور. بيبقوا موجودين في مول مصر، مول العرب، لا مفيش في مول العرب، مول مصر وكايرو فيستيفال وسيتي ستارز تقريبا وداندي مول، مش فاكرة يعني. دول اللي اكيد موجودين فيهم. المهم انتم ممكن تبحثوا يعني وتشوفوا هما موجودين فين. وممكن تجيبوا من الويب سايت بتاعهم، يعني هو الموقع بتاعهم انت ممكن تدخلي وتطلبي وتجيبي اونلاين عادي جدا. ودي اللي هي برضو من بس اند بادي وركس، دي اسمها يو ار ذا وان. بصوا حلوة جدا، واحلى ما فيها ان هي فيها شيمر. يعني بصوا باينة، فيها شيمر كده بسيط. فطبعا بتبقى حلوة جدا للعرايس، حلوة قوي قوي قوي. وبصراحة ريحتها برضو حلوة وثباتها كويس. يعني انا حاسة ان بينك شيفون على قد ما هي جميلة قوي، بس الثبات بتاعها ما هواش ثواني كده. الثبات بتاعها ما هواش عالي للدرجة، يعني هادية نوعا ما. لكن يو ار ذا وان و فوريفر ريد دول ثباتهم افضل شوية من بينك شيفون. وبالنسبة للوشن برضو اللوشن بتاعهم ده ثاوزند ويشز. ده هادي، يعني ده هادي جدا. لو انت مش بتحبي الروائح اللي هي انت عايزه تدهني جسمك بحاجه تكون نوعا ما ريحتها هاديه قوي قوي قوي،
ف1000 wishes حلو جدا، بس زي ما بقول لكم هادي. هو ريحته في اوله بتحسي ان هو ريحه جوز هند او الحاجات اللي هي ناعمه شويه، وبعدين بتلاقيه فيه ريحه فانيليا او حاجه، يعني حاجه كده لطيفه برضو. بس زي ما بقول لكم هادي، يعني لو انت عايزه حاجه هاديه كده ما تكونش قويه، هيبقى 1000 wishes. طبعا الترطيب بتاع بس اند بادي وركس طبعا معرفش اختلاف، الترطيب بتاعهم حلو جدا جدا. فده وده اللي يريحك. فكده بصوا، بعد كده بقى عايزه اكلمكم عن حاجات ممكن تلاقوها في الصيدليات، يعني متوفره وتاثيرها كويس جدا عن تجربه. الكريم ده اسمه يوري بار، زي ما انتم شايفين. هو الكريم ده مخصص اصلا للقدم ولترطيب القدم. بس هقول لكم قصته كده، ان انا كنت في السيشن بتاعه الليزر وسمعت الدكتوره بتوصفه لواحده بشرتها جافه جدا جدا وبتهرشها يعني من كتر الجفاف. فقالت لها هو الكريم ده المفروض اصلا للرجلين، بس عادي جدا ان انت تستخدميه للجسم لو الجسم شديد الجفاف. لكن انا بصراحه بستخدمه للرجلين، ترطيبه فعلا تحفه، ترطيبه حلو جدا جدا. هو سعره يعني مش هقدر اقول لكم، يعني هو متوسط، هو يعني اقل من 100 جنيه. معرفش بصراحه دلوقتي وصل كام. بس زي ما انتم شايفين ان هو مكتوب عليه ان هو فيه 10% يوريا، وكمان بيغذي القدم شديدة الجفاف جدا، وبتلاقي منه نتيجة على علاج يعني لجفاف الرجل والتشقق القدمين والكعبين بعد 14 يوم. فاللي هو كورس علاج كده انت بتاخديه، بيرطب الرجل كويس جدا، ده كده اسمه. تمام. فمن الحاجات برضو الكويسة جدا جدا، وخصوصا لو انت عاملة سكراب لرجليكي وبعدها دهنتيه، بتلاقي بقى النتيجة فعلا ممتازة. وبعدين من الكريمات برضو اللي في الصيدلية اللي فعلا رهيبة 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 وبجد حلوة قوي، اللي هو كير باي كير ده. بصوا، ده اصلا للبيبي وللعناية بمنطقة الحفاضات وكده. بس برضو هي الدكتورة ساعة الليزر قالت لي ان هو ينفع جدا جدا لترطيب المناطق الحساسة عموما، سواء اندر ارم او بيكيني، تقدري ان انت ترطبي بيه. وهو امن جدا، زي ما انتم شايفين ان هو اصلا حاجة مخصصة للاطفال، فبتكون امنة. فانت لو محتاجة حاجة تدي كده يعني ترطيب وتعتني بالمنطقة الحساسة بعد مثلا فترة البريود او حاجة، واستخدام او مكان مثلا فيه اسمرار من كتر الجفاف بتاعه، فانت تقدري سواء اندر ارم او بيكيني. وعايزه اقول لكم ان انت لما تستخدمين الاندر ارم ممكن يغنيكي نوعا ما عن الديودرنت، يعني لو انت ريحه العرق عندك مش قويه للدرجه، اعتقد هيغنيكي عن الديودرنت، لان هو بيعمل ريحه حلوه، وبحس ان هو نوعا ما بيزيل العرق شويه. ف... فلطيف جدا جدا، وسعره برضو كان كويس، يعني كان في حدود 60 جنيه وقت ما جبته، معرفش بقى بكام بصراحه. هو ده الاسم بتاعه. تمام. وبرضه من الحاجات اللي موجودة في الصيدليات أو في الأماكن الهايبر ماركت، الجزء اللي بيبقى فيه سكين كير، وده برضه ممكن أنا كنت جايباه من على أمازون، بس هو موجود يعني في أماكن كتير. ده براند اسمها كير أند مور. بصوا هي طبعا خلص خالص. عايزة أقول لكم رهيب بجد، كل حاجة فيه حلوة، ترطيبه حلو جدا للإيدين، ريحته جميلة وبيديكي ملمس ناعم، وما هواش اللي هو يعني خفيف ميه كده تحسي ان هو يعني مش بيديكي التأثير اللي انت عايزاه. لا، بيديكي تأثير حلو جدا جدا بصراحة. يعني انا كنت بستخدمه للايدين، هو اصلا للايدين وللجسم وللبشرة وكل حاجة. بس كانت ريحته حلوة قوي، قريب جدا من ريحة الحاجات بتاعت سوب اند جلوري، وكان سعره مش عارفة اقول اسعار لان مش عارفة الاسعار بقت كام، بس هو كان في رينج الحاجة و20. تمام كده. ده اسمه كير اند مور، اللي هو بالفراولة، او اللي مرسوم عليه فراولة. تمام. هو سوفت كريم. اوكي كده. وبرده من الحاجات بقى الاخيره خالص اللي معايا ممكن تجيبيها من الصيدليه، او زي ما بقول لكم من الاماكن اللي بتبيع سكين كير، البادز بتاعه اولويز دي. دي بالذات، النوع ده بالذات أنا مش عارفه هو اسمه ايه بالظبط. بس هي حلوه جدا، هي فيها 20 واحده، وكان سعرها 31 اللي انا جايباها قريب. دي حلاوتها ان هي ريحتها حلوه، يعني ريحتها جميلة جدا. فمنعشة كده وبتخليكي حاسة بالانتعاش طول اليوم، لو انت يوم هتكوني فيه بره البيت او حاجة مش هتعرفي تغيري باستمرار وتبقي فريش يعني. فدي حلوة جدا. وطبعا الحاجات دي يعني
ان انت تغيري اكتر مره في اليوم، ده بيبقى حلو عشان البلل في المنطقه دي بيعمل اسمرار. يعني ان شاء الله نبقى نتكلم لو عملنا فيديو عن العنايه بالمناطق الحساسه، هيبقى هكلمكم برضو عن الموضوع ده. فانت يعني مهم جدا ان انت تحافظي على المنطقه جافه. فبعدين بقى نتكلم بقى عن حاجات الحاجات الباقيه كلها بتتجاب اونلاين، وفي حاجات كده يعني ايه مختلفه المره دي، عن مش بس سكين كير وحاجات زي كده. هقول لكم برضو اثناء الفيديو. بصوا حابه اكلمكم برضو عن الجيلري او الاكسسوارز. الخاتم ده، بصوا، ده من بيج اسمها بريز ارت، انا كلمتكم عنها، بعمل لها فيديوهات على طول هنا. بس فعلا حاجتها روعه وملكيه كده، وحاجه كده كلاسي بشكل مش طبيعي. الخاتم بتاعها حلو جدا. طبعا هي بتستخدم كل الماتيريال اللي هي بتستخدمها حاجات طبيعيه واحجار طبيعيه، لولي ومرمر وعقيق وحاجات كتير قوي. فبصراحه الحاجه، بصوا، ده انا جايباه من سنين منها زي ما هو حرفيا. بصوا مفيش اي اختلاف، بلبسه في مناسبات كتير جدا وزي ما هو. شايفين شكله عامل ازاي؟ مفيش اي حاجه فيه غيرت ولا قشرت. هو طب يعني اسعارها بالنسبه للحاجات او الماتيريال اللي هي بتستخدمها، اسعارها حلوه جدا جدا جدا. لان انا بشوف الفيديوهات اللي بتعمل حاجات زي كده او في البازارات، بصراحه بتبقى اسعارها اوفر يعني. لكن هي في حدود المعقول جدا. عندها حاجات اصلا يعني ببقى مش مصدقه الاسعار اللي هي بتقولها. حاجات من 20 جنيه ومن 10 جنيه ومن 15 جنيه. وانتي طالع طبعا حسب بقى الماتيريال اللي هي مستخدماها في الحاجة. بصوا، بصراحة الحاجات دي في اللبس مش قادرة اوصف لكم، وفي المناسبات بيبقى شكلها عاملة ازاي. وبتدي طبعا قيمة جامدة جدا، وبيبقى شكل اي اوتفيت انت لابساه يبقى شكله ريتش كده، وتحسي ان حاجة غنية، فاهميني؟ ف... فبصراحة بحب حاجتها جدا. فقلت اقولها لكم كده في النص، بما ان ايه، عايزين ما نبقاش نمطيين. وبرده من الحاجات بصراحة اللي عجبتني قوي 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 السنة دي، انا على طول بستخدم الميك اب ريموفر بتاع غارنيه. خلاص، ففترة كده ما كنتش عارفة انزل، وكان خلصان من عندي خالص. فقلت اجرب دي. يعني هي كانت مبعوتالي في وسط فوط كده بتاعت تنظيف البيت، حاجات بتاعت ايكو واي وجرين واي، اللي هي يعني فوط خاصة بالتنظيف من غير منظفات. فكان من وسطهم الفوطة دي. انا اسفة بقى على المنظر اللي انتوا هتشوفوه، بس عايزه اقول لكم انا بستخدمها كتير جدا. يعني انا كنت شايله بيها الميك اب وما غسلتهاش، بس بوريكم ان هي فعلا انا يعني بقت تعوضني عن اي ميك اب ريموفر تاني. وسريعه جدا وبتنضف. حتى يعني لو انت مش عايزاها تستخدميها كميك اب ريموفر، كحاجه تنضف لك الوش، بتنضف كويس قوي قوي. وبصراحه روعه. يعني هي بتبقى فيها تقنيات معينه كده وحاجات معينه يابانيه، آه، بتشتغل بيها. فمن غير اي منظفات او اي حاجه فيها كيميكال، انت بتنضفي بيها بشرتك حرفيا. البشره بتنور، واي بقايا ميك اب على وشك بتشيلها تماما. فحلوه قوي قوي، واللي هو تستثمري فيها. يعني انت مش كل شويه تشتري غسول او ميك اب ريموفر، لا هي دي يعني ايه بتنجز معاكي. فبتبقى حلوه بصراحه للازمات، او لو انت يعني ايه ساعات الواحد لا بيحب يحط ميه على وشه وكده. بس لو في وقت ما عندكيش حاجه، فدي بصراحه بتسعفني وبتنجزني. لو الغسول خلصان من عندي او الميك اب ريموفر، فبصراحه ما بستغناش عنها ابدا. طبعا الحاجه اللي انا مكلماكم عنها قبل كده مش هشرح فيها باستفاضه قوي يعني. المهم دلوقتي بقى نتكلم عن حاجه سيرة. سيرة دي براند بيعمل حاجات طبيعيه. يعني هي انا طبعا حد انا اعرفه من زمان وبثق فيها جدا. فمش بطمن ان انا استخدم حاجه اي حد تاني بصراحه بسهوله، عشان البنات اللي بتبعت لي. لكن بصراحه هي انا يعني من زمان جدا وانا بستخدم حاجتها، مطمنه لها جدا. وخصوصا حاجه الشعر. يعني حاجه الشعر، الحاجات الطبيعيه، يعني تقريبا شعري ما جاش غير حاجات طبيعيه او الزيوت الهنديه. لكن الحاجات اللي في الصيدليات حرفيا 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 ما فيش مره جربتها غير وبعدها ممكن تدي افكت اللي هو سريع، اللي هو تحس شعرك طري مترطب الكلام ده. بعدها ما فيش بكام يوم بلاقي شعري بيقع بطوله وبيخف وبيهيش، بقى وضعه صعب. فسيرة مع الاستمرار على حاجتها، لا شعري بيتقل وبيطول، وبيبقى في افضل حالاته بصراحه. سواء هي سواء عشان اكون امينه معاكم الزيوت الهنديه، وعموما الحاجات الطبيعيه عموما يعني. خلاص كده. طيب نتكلم بقى. اول حاجه الشامبو بتاع سيرة.
زي ما انتم شايفين المكونات اللي فيه ان هو بيحتوي على خلاصة ديل الحصان وبرو فيتامين بي 5، فطبعا هو وكمان مناسب لجميع انواع الشعر، فطبعا بيخلي البصيلة بتاعة الشعر بتنمو بشكل صحي جدا. وعن تجربة بصراحة بينضف قوي، ريحته اولا تجنن، يعني اغلب الروائح بتاعت سيرة حاجتها حلوة ومنعشة بشكل مش عادي. يعني اغلب في حاجات الشامبو تقريبا بريحة البابل جام او اللي هو ريحة اللبان كده، وريحة لذيذة يعني. البرفيوم بقى بتاع الشعر، في بنات كتير جربت برفيوم حاجات تجارية اللي بتبقى موجودة في المحلات والصيدليات وكده. البرفيوم شعر بيض لهم شعرهم. بصوا انا برفيوم سيرة دي تقريبا الازازة الثالثة دي حرفيا، وبرش منها بكميه بالهبل، يعني برش منها كتير جدا، بحب قوي تكون وريحته ثابته على الشعر. يعني ممكن يكون في حاجات تانية عند سيرة ريحتها مش ثابته، برفيوم الشعر من اكتر الحاجات اللي ريحته ثابته اللي انا جربته. يعني عمره ما بيض لي شعري ابدا، عمره ما شفت منه اي اثار جانبيه. هو بيخلي الريحه تجنن، وخصوصا لو انت يعني هتلفي طرحه او حاجه، ريحته مش نفاذه لا يطلع لك بره الطرحه، وفي نفس الوقت بيدي ريحه تجنن تجنن. لما برش على التوك بتاعتي وكده بفتح بس الدرج بتاع التوك ريحته حلوه قوي. ف والانجريدينت طبعا كلها حاجات طبيعيه. فده بالنسبه للهير برفيوم، يعني من افضل المنتجات عند سيرة بصراحه. خلاص. وبرده زي ما قلت لكم انا بحب حاجه الشعر من عندها، فبرده ده كريم ترطيب. خلاص. هي عندها انواع كتير، ده الكريم ده انا جربته مؤخرا يعني وحلو جدا، ريحه وملمس وكل حاجه، وتحس ان هو بيثبت الشعريه. يعني ايه؟ ما بيخليش شعرك يهيش قوي، مش بيلزقه زي الفازلين، وفي نفس الوقت مش بيخليه هيش زي الزيوت. حاجه لايت كده وخفيفه ولذيذ قوي بصراحه، من ضمن الحاجات اللي بتعجبني قوي عندها. انا جبت لكم، يعني انتوا عارفين ان انا يعني تقريبا حاجه كتيره كلها عندي، لكن انا جبت لكم ايه خلاصه الخلاصه. برضو كريم الهيلورونيك اسيد من عندها رهيب، والمره دي كمان عاملاه بشكل مختلف شويه. بصوا اللي هو تجميلي، يعني اصلا انت لو حطاه مثلا انت جيتي دمجتيه على نص وشك اليمين وسبتي النص الشمال تحس ان في فرق درجه. فهو يعني ايه، فالمهم ان هو طبعا الكريم ده مغذي جدا للبشرة، وهو من مكوناته طبعا الهيلورونيك، طبعا دي اهم حاجة حمض الهيلورونيك، وكمان فيتامين سي وكولاجين بحري وزيت جنين القمح. الحاجات دي كلها موجودة. فتخيلي بقى لما بترطبي بشرتك او بتستخدميه على وشك، اولا بيرطب الوش جدا وبينوره. وحاجة زي ما بقولك ان هو كان الاول هي كانت عاملاه علاجي بس اللي هو لترطيب وتغذية البشرة، لكن دلوقتي بقى فيه لون بسيط، فاللي هو انت وحاطاه اصلا انت مش محتاجة تحطي فاونديشن او بيبي كريم او حاجة، بيبقى بيديكي اشراقة كده ولون حلو. وما يبقاش اوفر برضو لو انت هتنامي بيه او هتقعدي بيه في البيت. والليب بالم بتاعتها برضو حلوة جدا، برضو دي انا مش حاساها تجميلية للدرجة، هي عندها حاجات تانية بيبقى ليها الوانها قوية وبيبقى فيه تنت، لكن دي مغذية اكتر من خلال تجربتي بصراحة. لونها ضعيف قوي قوي يعني، بصوا لونها ضعيف جدا، ما بتعملش اي لون. تمام. لكن كترطيب لا، فظيعة رهيبة 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 على الشفايف. فهي طبعا بتحتوي على شمع العسل وزيت الزيتون وزيت اللوز والكولاجين، ترطيبها رهيب. فلو انت من نوع اللي شفايفك بتجف او يبقى عايزة حاجة علاجية مش اللي هي لون يعني، فانصحك بيها، حلوة قوي. واخر حاجة بقى عن سيرة يعني الثلاثة دول، دي بقى للعرايس وللمتزوجات، بجد هيفرقوا معاكم جدا بصراحة. آه، بجد فظاع حلوين جدا جدا جدا. ده سبراي البيكيني، بترشيه في منطقة البيكيني تكون نظيفة وجافة، وتبتدي ترشي عليها، بيدي ريحة تجنن. اولا هو بصوا، عايزة اوريكم الانجريدينتس بتاعته او المكونات، ان هو حليب جوز الهند مش زيت جوز الهند. بصوا اصلا لونه، شايفين ترطيبه؟ اولا بيرطب المنطقة وبيديها ريحة حلوة، ريحته بقى وهمية وهمية وهمية. عايزة اقولك كنصيحة كده في السكراتة في النص ترشيه على لو عندك درج فيه الباندز بتاعتك والحاجات دي، رشي عليهم بجد فظاع. يعني ريحتهم التلاتة احلى من بعض. اكتر واحد حاساه ان هو يعني هيكون مناسب للمتزوجات ده اهمهم بصراحة. يعني لو انت هي مش عامله لهم اسامي، هم بالالوان.
فده احسنهم بالنسبه لي، او اللي هو زي ما بقول لكم ممكن انا يكون ذوقي ده اكتر. تمام. لكن ده يعني حلو للمتزوجات والعرايس. شجري كده شويه على سنه كده سكسي. ده ريحته نوعا ما زي البرفيوم الاوروبيه او الغربيه. ده بريحه المسك. هو مش مكتوب، بس انا من خلال ايه معرفتي بروايح ده اللي انا شماه يعني. ده ريحته مسك جدا، وده ريحته برفيوم عادي، وده ريحته من الحاجات اللي هي ايه بتتصنف ان هي جذابه وكده. دي كلها حاجه كتيره بقى. نخش في اللي بعده. معلش لو رتم الفيديو ده سريع شويه. دي بقى الزيوت الهنديه طبعا انا كان عندي زيوت كتير بس اغلب العيله فضيت. الكيش كينج منه عندي زيت، وعندي زيت اويلك، وعندي زيت امامي. التلاتة حلوين. هبقى ان شاء الله اعمل لكم فيديو بالتفصيل. بس عموما الحاجات الهنديه بس اللي هو عايزه اقوله لكم ان في المجمل ان الحاجات الهنديه عجبتني. ده بلسم كيش كينج وشامبو كيش كينج الاتنين حلوين. وزي ما بقول لكم الحاجات اللي بتفرق في شعري، اللي هو بعد ما بستخدمهم بفتره بلاقي شعري تقل وطول والتساقط وقف وحاجات كتير اتصلحت. سوري الزيت اسمه كوماريكا. الزيت الهندي اللي انا بقول لكم عليه. لكن البيج هي اللي اسمها اويلك، يعني البيج اللي انا بتعامل معاها بتبيع حاجات هنديه مضمونه. اسمها اويلك. هحط لكم برده كل اللينكات، الحاجات كلها الاونلاين هحط لكم اللينكات بتاعتها ان شاء الله في اول تعليق. ايه تاني؟ الزيت جوز الهند ده من بيج على الانستجرام اسمها زهور. برضو بصراحه تحفه. هو اصلا زيت جوز الهند عشان تعرفي ان هو طبيعي ولا لا بيبقى لونه ابيض ناصع. ثواني كده لو في اضاءه. بصوا لونه ابيض ناصع. وكمان في الصيف ده عايزه اقول لكم بيبقى ميه، يعني لو عملتي كده يتدلق كله. في الشتاء بتلاقيه ابتدى، يعني في بدايه الخريف بتلاقيه ابتدى يجمد شويه. في الشتاء زي ما احنا كده بصوا. فده اللي انت تعرفي منه ان ده زيت جوز هند طبيعي مش ملعوب فيه. طبعا حلو جدا بقى لبشره الوش. لو ساعات بحطه يعني لو البشره جافه شويه بحطه على وشي. تعملي بيه هير ماسك، يعني تعملي بيه ماسك لشعرك. فرهيب في كل حاجه. البيج اللي انا جبتها منه اسمها زهور. بصوا الترسيب بتاعه عامل ازاي. بيدي كده يعني لمعه. الملمس بتاعه زيتي نوعا ما. وبعدين بقى حبيت برضو اشارك معاكم ده البرفيوم ده. بصوا البرفيوم ده مناسب جدا جدا للاجواء اللي احنا فيها دلوقتي، ومناسب برضو للايام بتاعه رمضان. انا بحب جدا اي برفيوم شرقي يكون عندي للشتاء والرمضان. عود مود رهيب. بصوا هو انت اول ما بترشيه اولا الباكج بتاعته حلوه قوي. انا عملت لكم عنها ريفيو اول ما جبته. الجروب اللي جبته منها او البيج يعني اسمها مزايا باج اند شوز. هو جروب يعني بتاع شنط وشوزات بس بتبيع برضو حاجات برفيوم وسكين كير وكده. فالعود مود رهيب رهيب رهيب. من الروايح القوية الثابتة. يعني لو رشيته في الإسدال وجيت ألبسه بعدها ب3 4 أيام بيفضل الريحة موجودة. وهو أول ما بترشيه بتبقى ريحته يعني عود قوي وجامدة. لو انت مش بتحبي الروايح الشرقية ممكن ما تحبيهوش قوي. بس بعد ما بيهدى شوية لا بيديكي كده حاجات تاني. ميكس كده رهيب بين روايح كتير وفخم جدا. لو انت من عشاق الفخامة كده هيعجبك جدا 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 جدا. وفي برضو حاجة جبتها من نفس الجروب اللي هي المخمرية دي بتاعت سوب اند جلوري. ريحتها هادية ولذيذة واكتر حاجة بتشميها فيها ريحة جوز الهند. بس جوز هند عسل، يعني مش جوز هند عادي، لا جوز هند عسل قوي قوي، يعني عسل جدا. السكر ده لا فظيعة. تحسي انها هتتاكل كده. جميلة قوي بصراحة. حلوة قوي. بحبها جدا. مش برضه استخدمها كتير عشان ما تخلص. بس فظيعة حلوة قوي بصراحة. بحبها قوي. بس ريحتها هادية. يعني بعيد لكم تاني ان هي هادية. بس حاجة سوب اند جلوري انتوا عارفين يعني الحاجات الناعمة قوي كده. طبعا عشان نكمل البرفيوم ده برضو من الحاجات اللي جربتها السنة دي اللي هو 21260. ده كان من جروب اسماء اللي جايبة منها الحاجات دي. تمام. البرفيوم هو اكيد مش اوريجينال يعني. بس هو فعلا ريحته حلوه جدا وناعم. معرفش بصراحه اوريجينال ولا لا، بس يعني هو عموما ريحته حلوه جدا جدا جدا. وخفيف كده على الايد وريحته هاديه ما هياش من الروائح المزعجه. وكمان لو انت عروسه مثلا عايزه حاجات كده اللي هي ترافل سايز او المقاسات الصغيره تاخديها معاكي في دي يوز او الهاني مون او الحاجات دي، فاعتقد ان هو مناسب قوي. وبرده جربت من عندها بقى ملح الامارات ده.
ملح حليب الامارات. بصوا رهيب، ده احلى ملح حليب جربته في حياتي، واحلى حاجه ممكن تعملي بيها سكراب لجسمك. فظيع فظيع، كل حاجه فيه فظيعه. بصوا بصراحه برضو بتعامل معاه بحذر جدا، من كتر ما انا خايفه ان هو يخلص، وبيبيض الجسم بشكل مش طبيعي. تمام. فده برضو من الحاجات اللي من عندها كانت حلوه. وال هتقول دلوقتي. وبرضو الجيد رولر اللي من عندها بصراحه مختلفه تماما عن اي جيد رولر جربتها من عند حد تاني، لان فيها بتبقى مضروبه، لكن دي بصراحه الاصليه. وفعلا رهيبه في لما تعملي مساج كده للبشره او في وقت الريلاكسيشن، ففظيعه. معلش بقى لو هدخل لكم حاجه البيت شويه بس حقيقي حقيقي مش قادره ما احطوش في الفيفوريت بتاعت السنه دي. اللي هو فريده برائحه النظافه، رهيب جدا. بتجيبيه بقى من اي حد بتاع منظفات، من على امازون، ايا كان. بس هو فعلا فظيع بجد، يعني خلالي السنه دي وقت التنظيف بيبقى ممتع جدا. الله 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 الله، وريحته بصوا، عارفين لما يكون لسه حد واخد شاور كده والحمام او ريحه البيت كله ريحتها، مكان ما اللي واخد شاور ده واخد شاور، ريحه الصابون بتاع زمان، مش عارفه، هي ريحته فظيعه. انا عن نفسي بحبها جدا، ريحته حلوه قوي 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 قوي. شفته مره في سعودي، وانا كنت جايباه من على امازون، وموجود طبعا في اماكن كتير. وبرده بالنسبه لتعطير الشقه، جربت برده كذا حاجه من مزايا سوري، من مزاج. فمزاج دي بيج برضو على الانستجرام. فده لو انت عروسه او حاجه، حاولي تجيبي اللي هو كاندي كيس، الزيت العطري ده، والفواحه اللي معاها الشمعه دي. بصوا بينقلولك الاوضه والمكان في مكان تاني خالص. لو حاجه الشمعه مثلا بتاعت بس اند بادي وركس اللي هناك دي، شايفينها اللي هناك دي، لو دي مثلا سعرها غالي، فاعتقد ده هيقضي الغرض. وتقدري تجيبي يعني هو مع الفواحه بتاخدي 3 زيت عطري بس. يعني لو انت عروسه زي ما بقولك برشحلك ده، بجد بيعمل مود حلو قوي. فدول كده كانت حبيت ادخلهم يعني في الفيديو. والسنه دي برضو حابه ان يكون الفيفوريت مختلف برضو، فحابه اقول لكم على عيادتين جربتهم الحاجات التجميليه. عياده دكتوره شهيره الغلبان للليزر، عملت فيها كذا كذا سيشن ليزر. هي بصراحه ما تعرفش اصلا ان انا يوتيوبر، ولا تعرف ان انا صورت عندها، بس من باب الامانه هي فعلا تحفه. يعني العياده حلوه جدا، اللي عندهم امانه مش طبيعيه. لو ما كان عارفين مثلا ان شعر فيه وبري او خفيف، مش بياخدوا منك فلوس على الفاضي. يعني ممكن اي حد يقولك ماشي هعمل لك شعر وشك، ماشي هعمل لك شعر ايدك، وتلاقيه بعد كده مفيش نتيجه او يتسبب لك الحروق. لكن هي بتقولك الخلاصه من الاول. يعني كان في حد يعني هيعمل معايا، وكانت بتقول لها انا عايزه اعمل فول بادي. قالت لها لا، احنا مش بنعمل فول بادي، عشان لو عملتك فول بادي انا كده هظلمك، هاخد منك بادجت كبيره جدا على نتيجه ضعيفه. لكن انا بقول لك ايه الاماكن اللي في جسمك اللي تنفع تتعمل واعملها لك. انا ممكن ما اكملش عندها على فكره، يعني ممكن اكمل السيشنات في مكان تاني، مش عشان هي العياده بتاعتها وحشه ولا اي حاجه بصراحه، هي ممتازه. بس لاسباب ليها علاقه بالمكان والمنطقه والمواعيد والحاجات دي. لكن هي بصراحة يعني لا، بصراحة حلوة جدا، هرشحها لكم. اسمها دكتورة شهيرة غلبان. وبرده العيادة بتاعت الأسنان دي دنتال كلينيك دي، أنا كنت عاملة لكم عنها فيديو قريب، وعملت لكم ريل على الانستجرام، كنت عاملة فيديو على قناتي التانية على يوميات مسلمة، فشوفوه. لكن عايزة أعمل عنده فيديو تاني إن شاء الله. يعني أنا استأذنت الدكتور وقال لي تمام ان انا اعمل لكم فيديو عن الحاجات التجميليه اللي ليها علاقه بالاسنان والمنتجات الكويسه للاسنان. نسال الدكتور، فلو عندكم اي اسئله قولوها لي. لكن العياده في المجمل نظيفه جدا. ده كده العنوان بتاعها عشان لو عايزين تاخدوا سكرين شوت. والارقام، العياده نظيفه جدا 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 جدا. والدكتور ما شاء الله يعني بجد، يعني من الناس الدكتور من الناس المريحه، لان في دكاتره اسنان بيبقوا صعبين شويه في التعامل. لكن لو ليكوا اي اسئله في حاجات بقى ليها علاقه بالتجميل، تفتيح الاسنان، التقويم، واي حاجه، لو انت عروسه او حاجه وعايزه تسالي عن اي حاجه ليها علاقه بالاسنان، فاسالوني في الفيديو ده ان شاء الله، عشان لما اصور عنده ان شاء الله الفتره الجايه، ونحاول كده ناخد عروض برضو للقناة. فان شاء الله بإذن الله، يعني الله المستعان. لكن في المجمل هي العيادة حلوة جدا، سواء دنتال كلينيك بتاعت الأسنان اهي، سواء بتاع الدكتورة شهيرة الغلبان للليزر، أو للتجميل والأمراض الجلدية عموما.
بصوا بقى عشان يبقى ختامها مسك، يعني حبيت ان انا برضو اقول لكم هو المصحف ده جبته قريب، بس حقيقي حقيقي يعني حاسه ان هو يعني مش قادره اوصف لكم فرق معايا ازاي في الراحه النفسيه وفي كل حاجه. هو احلى حاجه فيه التقسيمه بتاعه الصفحه. اول حاجه ان هو الصفحه او الوجه اللي انت هتقرايه في القران معاه باركود، انت ممكن الصفحه دي تسمعيها سمعا بصوت الشيوخ، لكن هو مش مجرد معاني كلمات وخلاص، لا تقرأي القرآن بتدبر. فهو فيه معاني الكلمات، معاني اكتر الحاجات اللي ممكن تواجهك في اثناء ما انت بتقرأي، وفي الوقفات التدبرية تبقى ممكن تكون صعبة او مش بنعرف نوصل لها، او ان انا افهم ايه المفروض اللي انا اعمله من خلال قراءة الايات دي. فهو بيقولك ايه الحاجات اللي انت ممكن تعمليها، العمل بالايات والتوجيهات ووقفات تدبرية وكمان معاني الكلمات. وزي ما بقول لكم الباركود اللي انت بتعمليه، فبتسمعي القراءة الصحيحة للآية وبتسمعي بقية التفاسير بتاعتها. فبصراحة ما شاء الله اللهم بارك، يعني هو من مفضلاتي السنة اللي فاتت، واحلى حاجة هنبدأ بيها السنة الجاية ان شاء الله بإذن الله. احط لكم برضو اللينك اللي انا جبته منه، ويا رب يا رب يا رب يكون السنة الجاية ان شاء الله بإذن الله جميلة جدا، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، وانا كمان ان شاء الله بإذن الله. وربنا يخليكم ليا بجد، وما تحرمش منكم ابدا 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 على كل الكلام الحلو والسكر اللي انتوا بتدعموني فيه، رغم ان انا عارفه ان انا مقصره معاكم والله في القناه دي، بس والله حقكم عليا بيبقى غصب عني. يعني ان شاء الله عمر بس يكبر شويه كده وهنرجع تاني زي الاول، ينزل حضانه ولا مدرسه ولا اي حاجه، وان شاء الله باذن الله الدنيا تنتظم معايا اكتر. آه و... ونستمر مع بعض، ويا رب ما يحرمنيش منكم ابدا، واشوفكم كده في احسن حال. كل واحده كانت بعتالي اي مشكله عندها يا رب تكون اتحلت، ويكون ربنا ييسر لكم امركم. وكل البنات اللي بتتفرج عليا ربنا يرزقها بالازواج الصالحه وبيت جميل كده وهادي وسعيد، وكل اللي نفسه بذريه صالحه ربنا يرزقه بالذريه الصالحه. واهم حاجه تكونوا ناجحين في حياتكم وفي شغلكم وفي الكارير بتاعكم وفي دراستكم، وان شاء الله باذن الله تكون سنه سعيده علينا جميعا يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.